لله وآله وصحبه وتعوده. معشر الإخوة الكرام المحترمين، الأخوات الكريمات المحترمات، أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تابعنا جميعا كما لا يخفى عليكم خطاب جلالة الملك في هذا اليوم المبارك إن شاء الله الرحمن الرحيم، الذي تلا تصويت مجلس الأمن على القرار الذي يعتبره مشروع الحكم الذاتي والصيغة الوحيدة والأمثل لحل هذا المشكل الذي طال أمده والمفتعل مع الأسف الشديد من بعض خصوم وحدتنا الترابية. هداهم الله سبحانه وتعالى إلى ما فيه الخير، خير الأمة جميعا وخير الشعبين بالخصوص. الخطاب كما لا يخفى عليكم معشر الإخوة الكرام كان تتويجا لمجهود دام مدة طويلة وعلى الأقل 50 سنة منذ انطلاق هذا المشكل بطريقة رسمية، بمناسبة كذلك اقتراب مناسبة المسيرة الخضراء المظفرة. فهذا اليوم بالنسبة لنا نحن في حزب العدالة والتنمية يوم كبير، يوم عيد، يوم فرح ويوم سرور، يثبت فيه حق وحدة شعبنا ووحدتنا الترابية وتجاوز هذا المشكل الذي طال أمده والذي عكر كل الجهود التي بذلناها لإصلاح ذات البين وللانطلاق الاقتصادي والاجتماعي وإلى آخره. إذن فنحن الآن إن شاء الله الرحمن الرحيم على أبواب مرحلة جديدة، مرحلة سيكون من الواجب على إخواننا سواء الموجودون في مخيمات تندوف أو إخواننا الموجودون في القيادة الجزائرية أن يراجعوا حساباتهم وأن يتوجهوا في اتجاه الأصل الذي هو وحدة الأمة، والذي هو التعاون على الخير، والذي هو عدم التعاون على الشر. فإذا فلنهنئ جلالة الملك جميعا، لأن هذه القضية هذه بصراحة هي قضية ترأس مهمتها منذ عهد جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله والحسن الثاني رحمه الله،